سلام كدايرين لاباس عليكم. اليوم بغيت نحضر معكم طبيجين ديال اللحم بالبرقوق. كيف كتشوفوا معايا كيجي غزال ولذيذ. عندي في المقادير ديال هاد الطاجين الحمات على حسب المستطاع ديال كل واحد. المهم تاخدوا القدر اللي بغيتو. ضفت عليه مليحه. ضفت كذلك معلقه ديال السمن، انا درت غير شويه حيت عندي السمن حار. ودرت واحد المعلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم او المروزيه، معلقه ديال الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال البزار، ما تكتروش البزار لانه كيجي على طيبه الحلاوه. عندي نصف ضويمه ديال الزعفران، ودرت شويه ديال الزعفران شعره. اللي بغى يديرو في الماء يرقدو في شويه الماء يضيفوه من بعد، انا ضفتو هكذاك. وهاد الحمات ضفت عليهم مع العطريه واحد الكويس ديال الماء وحركتهم مزيان. ومع انا غنديرو العشاء خليته ترقد واحد شويه باش يشرب هذيك العطريه ديالو. من بعد رجعت معاكم باش نشحرو. شحرت الحيمه غير مع العطريه وهذيك لمويها حتى شرب ليا العطريه مزيان حتى تقلى. ما ضفت له مازال هنا، ما ضفت لا زيت لا والو. صدقوني كيجي غزال وكيجي لذيذ بهذه الطريقه هذه. من بعد ضفت جوج عويدات ديال القرفه والبصيله. انا درت هنايا عندي 3 ديال البصلات كبار. ضفت شويه ديال الثوم، واحد ربع كأس ديال زيت المائدة، وضفت زيت الزيتون تقريبا واحد نصف كأس. صافي هكذا حركته مزيان وغطيت عليه. ضفت ليه المرق، ضفت شويه المرق. هو ما كيحتاجش بزاف المرقه، غير انا باش المريقه اللي غتبقى لي غادي نطيب بها البرقوق. المهم كيف ضفت راه واحد الكأس ديال الماء ماشي بزاف، وسديت عليه وخليته تقريبا واحد ساعه الا ربع على عافيه متوسطه. بعد ما طاب اللحم شفتو ولا زبده، هنا غندوز نطيب البرقوق. انا خديت البرقوق غسلته صفيته من الماء وغنضيف عليه العطريه اللي درت على اللحم، من غير ما نضيفش غير السمن والعطريه ديال اللحم او المروزيه. ضفت هنا شويه ديال القرفه غبره. صافي وغادي نغطيه بالمريقه ديال اللحم كيف قلت لكم باش هكذا يتشرب وتجي فيه البنه ديال المرقه. درت واحد 2 معالق كبار ديال السكر. صافي وغطيت عليه وخليته كيتعسل. صافي هنا بعد ما طاب اللحم انا راه نزلته صبيته في الطبسيل وزينته بهذاك البرقوق. تقدروا تزينوا باش ما بغيتو باللوز بالزنجلان، انا الصراحه ما ضفت والو، درت غير هكذا غير البرقوق وصافي. المهم اللذه كيجي لذيذ وكيجي فيه واحد اللذه زوينه. اللحم بالبرقوق اللي كنعرفوه على الطريقه المغربيه الصراحه راه غزال. جربوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم. وشكرا لكم وبسلام عليكم.